يا جماعة يا جماعة، أخيرا 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 عينو مبدئيا دي المرة الثالثة أنا أمسح الفيديو وأرجع أسجل مرة تانية، لأنه ما عارفة أبدأ من وين. يعني أنا كنت سابيح خايفة ومتوترة، حاسة بفخر، حاسة بخوف، حاسة بسعادة ويعني ما عارفة أبدأ من وين. لي 6 شهور شغالة على حاجة زي ما قلت لكم، لي شهرين بقول لكم نفسي احكي لكم عنها، بس لسه ما كان عندنا الابروفل انه احنا نتكلم عنها. حابة اقول لكم انه الموضوع ما بس بالنسبة لي انه انجاز بالنسبة لي انا كتسابيح بس، لا، انجاز لاسم السودان، انجاز لعيبة السودانية. حاسة بحاسس كثيرة ملخبطة، اللي هو خوف على توتر على ردة الفعل حتكون كيف، على you can make it you cannot make it، حاجات كثيرة شديد. ما في داعي أطول في الكلام. بنتكم تسابيح السودانية بكل فخر اترشحت للقب ملكة جمال العالم. ما عارفة، يعني هو الموضوع كبير شديد، بس أنا اللي هو بحاول انه اهدي نفسي واقول الحاجة بطريقة بسيطة انه عادي، فهمتوني؟ بس هو لا، ما عادي. انا اول سودانية تشارك في مسابقة جمال عالمية، ملكة جمال العالم ميس جلوبال 2023. اختاروني قبل 6 شهور 7 شهور ممكن نقول، وبعد ذاك سافرت حوالي سفرتين عشان كان محضر للتجهيزات بتاعت المسابقة. يديني بترجف، أنا عايشة في الموضوع لي 6 شهور، بس كونه أشاركه معاكم ده إحساس تاني. فالمسابقة بتتكون من 3 مراحل. أول مرحلة اللي هو المرحلة الحالية، ودي تعتبر أهم مرحلة في المسابقة كبداية، دي اللي حتخط الترتيب بتاع الدولة أو المتسابقة، اللي هو نزل حسي حاليا قبل كم ساعة بتوقيتهم طبعا في أمريكا. الفيديو التعريفي عني اللي هو أنا من وين، نبذة عن السودان، عني أنا كتسابيح، والتفاصيل دي كلها. مطلوب في المرحلة دي اللي هو يشوف التفاعل على المتسابقة وعلى الدولة نفسها. نكون محتاجين شير، لايك and كومنت على المتسابقة أو على البوست اللي هو أنا، عشان يعرفوا المتسابقة دي والدولة بتاعتها they are active، مركزين، هاميهم ولا لأ. بعدها بتجي المرحلة الثانية اللي هي بالنسبة لي أنا شايفاها أصعب مرحلة، اللي هي دي حضطر أسافر فيها. إن شاء الله حتكون شهر 1 يوم 1/1 حأسافر. حتكون المسابقة في 3 دول، فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا. حنكون هناك، حنتسابق لمدة 3 أسابيع. حكون هناك، حيكون عبارة عن مؤتمرات صحفية، فوتوشوت، ندوات، إنه إحنا نتكلم عشان يعرفوا المنتاليتي بتاعتك، عشان يعرفوا أنت كيف طريقة الإلقاء بتاعتك، حاجات كتيرة شديد حشارك معاكم بعدين. وبعد ذاك آخر مرحلة في المسابقة اللي هي دي برضو بتعتمد عليكم انتو، هحتاج لكم انتو فيها، اللي هو مرحلة الفوت النهائي. يعني أول مرحلة بيشوفوا التفاعل على المتسابقة، ثاني مرحلة سابيح حتضطر تسافر لفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا. حقعد هناك فترة، حشارك معاكم طبعا كل التفاصيل وانا هناك. وبعدها آخر مرحلة اللي هو المرحلة بتاعت الفوت النهائي. وبس مبسوطة فخورة إنه أكون أول سودانية تشارك في مسابقة عالمية بتاع الجمال. لقب ملكة جمال العالم هو ما بس بيخليني أنا كتسابيح مبسوطة، لا، بيخليني فخورة إنه أكون أول واحدة تشيل اسم السودان في مسابقة عالمية زي دي، بتحصل مرة في العمر لأي زول. فمبسوطة شديد. وصراحة 6 شهور اللي فاتت دي أنا يعني كنت مستنية اللحظة دي متين تجي، إنه أنا أشارككم الموضوع، وفي نفس الوقت ما كنت عارفة أشارككم ليه وكيف. يعني أنا من الصباح من ما شفت التاج بتاعهم ونزلوا الفيديو التعريفي عني، أنا داخلة وطالعة في البيت اللي هو عايزة أفتح الكاميرا وأكلمكم، بس أنا ما عارفة كيف أفتح الكاميرا وأفتح الموضوع من وين. وأنت عارفيني أنا لما أكون متحمسة ولا فرحانة ولا متوترة ما بعرف أتكلم زي الناس. فحسي عايزين نوريهم السودان وبنات السودان بيعملوا شنو. حخدت لكم اللينك بتاع الفيديو. عايزين نكسر الفيديو أعلام السودان، لايكات،
شير يا جماعة، وفولو للانستغرام بيج بتاعتهم، لانه ديل اهم 3 حاجات: لايك، كومنت، شير، وفولو للانستغرام بيج بتاع ميس جلوبال اللي هو المسابقة بتاعت ملكة جمال العالم. دي اكتر مرحلة انا محتاجاكم فيها، اكتر مرحلة بتأثر وبتفرق معايا وبتفرق على اسمنا وبتفرق في اي حاجة. it's not about me, it's about البلد كلها، انه احنا قادرين نخط رجلنا في مسابقة عالمية. دي أول مرة السودان تكون في مسابقة جمال عالمية. قادرين تتخيلوا الموضوع ضخم قدر شنو؟ ما قادرة أحكي لكم إنه الحماس إنه الناس حتعرفنا وبصلنا، وإني حكون قادرة أسلط الضوء على البلد، على الحاصل، على حاجات كثيرة شديد. أدعو لي. ما عارفة، أنا ما عارفة أتكلم، أنا ما عارفة أتكلم صراحة، ما عارفة.